عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد أبرز الشخصيات في التاريخ الإسلامي، وهو الخليفة الثاني بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولد عمر في مكة في زمن الجاهلية، وكان من قبيلة قريش. قبل إسلامه كان يتمتع بشجاعة وقوة لا تضاهى، وعرف بقسوته على المسلمين، لكن الله أراد له الخير فأعلن إسلامه في عام 6 ليكون أحد أبرز الدعاة والفاتحين في تاريخ الإسلام. بعد دخوله الإسلام تغيرت حياته تماما. أصبح عمر رمزا للعدل ومناهضا للظلم، قام بحماية الضعفاء والمستضعفين، وسعى لدعوة المزيد من الناس للإسلام. عرف عنه البلاغة وحب المعرفة، فأسس نظاما إداريا عرف بالديوان لتسهيل إدارة الولايات الإسلامية، كما أقر أيضا العديد من التشريعات التي ساهمت في تطوير المجتمع. في عهده توسعت الدولة الإسلامية بشكل سريع، قاد العديد من الفتوحات الإسلامية، ومن أبرزها فتح الشام وفارس، حيث كان له دور كبير في معركة القادسية، والتي تعتبر نقطة تحول في تاريخ الإسلام. عرف عنه أيضا تواضعه واهتمامه برفاهية رعاياه، وكان دائم التجول بين الناس للتأكد من أحوالهم، مما زاد من حبهم له. ومن أبرز صفاته كان حرصه على تطبيق العدالة، كان يقيم العدل بين الناس دون تمييز، حتى أنه قاد يوما إلى حديقة وقد رأى أحد العبيد يشتكي من ظلمه، مما جعله يتصدى للظالم بكل حزم. وكان يعرف بلقب الفاروق، الذي يعني الذي يميز بين الحق والباطل. استمر حكمه لمدة 10 سنوات، وقد ترك إرثا كبيرا من العدالة والإدارة الجيدة. لكن للأسف انتهت حياته بطريقة مأساوية عندما اغتاله شخص معارض في عام 23 ليكون بذلك إحدى الشخصيات التي أسست لما نحن عليه اليوم من قيم الإسلام. تعتبر قصته درسا في التغيير والشجاعة، وتظل سيرته نبراسا لكل من يسعى للعدل والمساواة في المجتمعات.